هكلمكم عن كومنتات بقالها فترة بتجيلي من ساعة لما ابتديت اتكلم وانصح الناس ان هم يقربوا من ربنا. مبدئيا خلينا كده تحط النقط على الحروف ونقول ايه: انا لا داعية ولا خارج من ازهر ولا دارس فقه ودين. انا راجل عادي حبيت وربنا فتح عليا وابتديت اقرب من ربنا. الحمد لله بقيت بصلي، ابتديت اقرا واحده واحده، ابتديت اخش اقرا في القران، ابتديت افهم، ابتديت مجهود ذاتي كله تمام. بس انا كل ما قربت من ربنا كل ما ثقتي في نفسي زادت، وكل ما شفت ربنا ازاي فتحها عليا، كل ما ابتديت عندي سلام نفسي راحة بال. لقيت حياتي كلها بتتغير. وحسيت ان ده الاتجاه الصح، وحسيت ان عادي انك تبقى مبسوط وقريب من ربنا، عادي انك تبقى ناجح في حياتك وقريب من ربنا، عادي انك تنبسط وتخرج وتبقى قريب من ربنا. وبعدين انا دخلت شويه اقرا في السيره بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام، في سيره الصحابه. لقيت شخصيات عظيمه، شخصيات ناجحه، انتربرينورز بالمعنى بتاعنا اليومين دول. غني، نجح في حياته، بيساعد، بيعمل، قوي. في مواقف لما بيبقى واقف قدام في معارك بيطلع الشخصيه. حاجات كتيره ما بنسمعهاش اليومين دول. المشكله ايه بقى؟ المشكله ان انا ابتديت كل ما اتكلم الحوار ده الناس بتبص ايه: لو انت هتتكلم في الدين انت شكلك مش شيخ، فانت بتتكلم ليه؟ صح. اقسم بالله انا جالي كومنت كده بيقول بالظبط الكلام ده: كلامك جميل قوي، بس انت مين انت بقى عشان تتكلم في الدين؟ يعني شوف التناقض، كلامك جميل قوي بس انت مين انت عشان تتكلم في الدين؟ هو انا لازم اكون خريج ازهر عشان اتكلم في الدين؟ لازم اكون معايا شهاده عشان اتكلم في الدين؟ وخلي بالك انا مش جاي احلل ولا احرم، انا مش جاي اطلع فتاوي، انا راجل بقول لك صلي. هو انت محتاج شهاده عشان الكلام ده؟ ايام الاسلام العبيد والاسياد والفقراء كله كان بيدعي. الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة أما في بداية الدعوة كان معتمد على كل شخص كبير وصغير، راجل وست، إنه يمارس الدعوة. الرسول ما قالش ايه ده انت بتتكلم في الدين ليه، انت مش فاهم، انت لسه جديد، انت لسه ما ينفعش. احنا طلعنا الحوار ده منين؟ جبناه منين بقى موضوع ان انت ايه لازم تكون جاي لي لابس في القالب اللي انا متعود عليه اللي هو ايه؟ طبعا مع احترامي لكل حاجه، طبعا انا مش قصدي اي حاجه. لازم يكون الدقن طويل، لازم يكون لابس جلابيه، لازم اكون مقصر هنا، ولازم اكون مشمر، ولازم اكون في القالب ده اللي انا بحترمه، ما بقولش عليه فيه اي حاجه ولا فيه اي مشاكل. غير كده لا، انت لو مقصر الجناب شويه ده انت هنا عامل قزع. ما تتكلمش في الدين خالص، ما تقوليش صلي. طب يا عم ربنا يهديني، ادعي لي، ادعي لي ربنا يهديني وبطل قزع، يعني ادعي لي. تيجي مثلا مش عارف ايه، اعمل فيديو بتكلم يا جماعه ايه، قرب من ربنا، اول حاجه اتمرن، اعمل. يجي واحد يقول لك ايه: انت ازاي بتتكلم في الدين وانت لابس سلسله؟ نختلف ونتفق في سلسله، بس اعتقد احنا اتنين هنتفق انها فرعيات، صح؟ تقول لي بقى يعني تشبه، اقول لك ايه: الاعمال بنيات وربنا اعلم بنيتي. انا مش جاي بكلم بحلل ولا بحرم. لو هي حرام يا عم ادعي لي ربنا يهديني، بس ما تبقاش بني ادم سطحي. هو انت ما شفتش في حياتك واحد شيخ بدقن وبيغش في الميزان؟ ما شفتهاش؟ اكيد شفتها. انا اقسم بالله العظيم ثلاثة شفتها. واحد جه عندنا في البيت كان بيبيض البيت عند اختي، وعامل وشيخ وبيعمل وبتاع وما بيفوتش فرض، واقسم بالله العظيم ثلاثة كان بيسرق من الفلوس. اقسم بالله. فانت بالعقليه بتاعتك دي بقى، العقليه بتاعتك دي، العقليه السطحيه دي، ها، الراجل ده احسن من الراجل ده. انا بقولكش الراجل ده وحش، بس بقولك الحكم بالسطحيات. لما تشوف حد بيقولك معلومة ممكن تفيدك وتزق المعلومة علشان حالق جنابه، ولا علشان لابس سلسلة، ولا علشان مش مخفف شنبه، يبقى انت بني ادم سطحي. خدها بقى كده، بني ادم سطحي بيفكر بطريقة سطحية. وانت هتلاقي نفسك في حياتك معدل علمك مش هيزيد بطريقه كبيره قوي، لان احنا دلوقتي في عصر لازم نتعلم من غيرنا، وفي عصر العلم فيه تلات ارباعه جاي من اللي في منظورك هو كافر او ملحد او مشرك او الغرب. انت وانت بتذاكر فيزياء ما كنتش بتذاكر من شيخ، صح؟ كنت بتذاكر نظريه نيوتن. نيوتن ده ما كانش جنبك معتكف في الجامع، صح؟ اشمعنى بقى، اشمعنى عايز تسمع لنيوتن في الحته دي، والراجل التاني اللي مش عاجبك عشان لابس سلسله، ها، مش عايز تخليه يقول يا جماعه صلوا؟ مش فاهم ليه انت بتعمل ضرر للدين.
اقسم بعز جلالتي. ليه بقى؟ لان انا لو انا عشان انا مؤمن قوي باللي انا بحاول اعمله، اقسم بالله ان انا نفسي يعني الناس تقرب من ربنا وتبقى عندها حياه جميله كده معتدله، تحس حلاوه الايمان وهي عايشه حياتها. تمام. انا ده هدفي، وانا عشت ده وشفت جماله، وعشان كده بكمل في الموضوع. اللي انت بتعمله ده لو اقسم بالله يهز الناس، يهز الناس. ولو حد جديد في الموضوع وشخصيته مش قوية وما عندوش ثقة في نفسه، ممكن قوي يبطل ينصح ناس في الدين، علشان شكله مش ماشي على القالب اللي احنا متعودين عليه، اللي سيادتك متعود عليه. ها ممكن قوي يبقى انت ساعتها بقى ايه، جود لك يوم القيامه ان شاء الله باذن الله، لما يجي دي تسال عن حد كان هيحاول ينصح ناس ووقف وبطل علشان سيادتك، عشان تعليقك. انا عملت فيديو قبل كده كنت بتكلم على الناس اللي بتتكلم اسمه شياطين الانس، الناس اللي داخله توبخ الفشاوي علشان رايح يعمل عمره وعشان ايه عنده تاتوات. ازاي انت جاي وبتعمل عمره وبتدعي وبتمثل علينا وانت بتعمل تاتو وانت عامل مش عارف ايه وانت شكلك ايه؟ نفس الشخص اللي بيقول الكلام ده هتلاقيه يروح يعمل عمره ويلاقي واحد اجنبي وعامل تاتو ويقول يا سبحان الله ما شاء الله دخل الاسلام. هما الاثنين نفس بعض يعني، ويمكن كمان الفيشاو ده يمكن يكون في عند ربنا اقرب من لان هو حياته كلها كان طالع متدين، تخبط راح جه وبيرجع. التاني ده كان 3/4 حياته كان مش مسلم اساسا. مين احسن الله اعلم، محدش، انا بقولكش مين احسن، بس بقولك انت مش في مكان انك تقول مين اوحش. واللي انت بتعمله ده ممكن يعمل ايه، يالف خلي فيشاوي يقعد يقول ايه. طيب انا لما دلوقتي اتكلمت، اما طلعت نزلت صورتي علشان اشجع الناس، الله اعلم ممكن يكون نيته كده وممكن يكون نيته غلط، الله اعلم. بس ايه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه، التمس لاخيك 70 عذر. علمنا ان احنا ايه، نفكر في النيه الحسنه، صح؟ ما علمناش ان احنا نلتزم، ما شفناش الرسول بيعمل كده خالص. ماشي. الراجل بقى واحد زي فيشاوي ده افترض ان هو نيته حسنه، يجي يقول ايه، طب انا دلوقتي في مجتمع كله فساد مثلا، اللي هو ايه، مثلا في مجتمع بتاع الفنانين ولا مجتمع مش عارف ايه، في فساد كتير وفي 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 طبعا في ناس محترمه وفي ناس كل حاجه زي كل حاجه، بس احنا شايفين يعني ايه في غالبيته كده. اما يقول لما انزل الصوره دي يمكن اشجع ممثل او 2 يعملوا زيي، صح؟ وممكن يحصل وبنشوف. طيب صح. اما يجي بقى معاليك تخش ايه، تديله في جنابه وتقول له انت ازاي تمثل مش عارف ايه، وانت تعمل كذا، وانت عامل تاتو، وانت جاي تقول لنا نعمل عمره هيعمل ايه؟ ممكن يقول يا جماعه طب انا يجي بقى البراندنج بيرسون بتاعه ولا الراجل اللي عايز يخلي شخص صورته حلوه يقول لا بص ما تنزلش صوره بعد كده ايه وانت في الحج، عشان هيعمل لنا بقى كلاش، الناس هتتكلم علينا بطريقه مش حلوه، صح؟ فانت عملت ايه بقى؟ انت دلوقتي الشخص اللي كان جاي يعمل حاجه وبيعمل دعوه غير مباشره انت وقفته بكلامك اللي زي السم، صح؟ فليه اللي انت بتعمله ده غلط. احب اقول لك اللي انت بتعمله ده غلط وبتعمله ده حرام. ده طريقه سطحيه للحكم على الناس، ودي مش الطريقه. ولو انت نيتك تنصح، ويعني انا اتمنى ان اغلبيه الناس اللي بتعمل كده يكون ان شاء الله نيتها خير وما تكونش طالعه بدافع حقد او غل او حسد او اي حاجه من الحاجات دي. الناس دي انت كده يعني مش دي الطريقه اللي ننصح بيها، صح؟ وان كنت فظا غليظ اللسان لانفضوا من حولك، صح؟ يعني دي مش الطريقه اللي ننصح بيها. وكلنا عارفين النصيحه على الملأ مش حلوه، هتخلي الناس ديفنسيف، هتخلي الناس تزق مش هتجيب نتيجه حلوه، صح؟ عايز تنصح خش انصح برايفت، خش ابعت مسج، خش قول مش عارف ايه، قدر حاجه بدل حاجه، ما تخشش تشتم. مفيش يعني اقسم واحد بيقول لي ايه، السلسله حرام بطل عبط يعني ايه ده؟ اقسم بالله العظيم 3 ده كومنت جاي لي، السلسله حرام يلا بطل عبط. هو دي دعوه دي يعني انت جايب يعني مين اللي علمك الكلام ده؟ لو انت اللي علمك الكلام ده اكيد مفيش امام قاعد معاك قالك بص هنمارس الدعوه وهنقول ايه، اولا هنشوف الناس اللي بتعمل حرام ونقول لها ايه الحرام، ثانيا هنشتمهم ان شاء الله وربنا يقدرنا. مفيش حد هيقعد معاك يعمل كده، ما اعتقدش. انت مؤلف الموضوع ده، صح؟ فانت مؤلفه، يا اما جايبه بقى اي حد بقى قال لك ايه لا نعمله، فايا كان ايه هو ده غلط يا حبيبي وبطله علشان عيب وحرام. حرام لان انت ايه، انت كده بتحكم على ناس وبتشتم ناس زي ما انت شايف كده، وبتخلي عدد الناس اللي عايزه تتكلم عن ربنا وتدعي الناس للاعتدال ان هم يقربوا شويه بيقلوا بسبب كومنتاتك.
الكلام ده، الظاهره دي موجوده، الظاهره دي موجوده وكلنا لازم نحاربها. لان احنا عايزين الناس تقرب من ربنا، مش عايزين الناس تبعد عن ربنا. والقرب من ربنا مش هيجي من 0 ل100. الناس بتقرب واحده واحده. تلاقي واحد ما بيصليش خالص، ما تتوقعش منه تاني يوم ينزل يصلي الفجر في الجامع، صح؟ هتلاقيه بيبتدي يقول لك الصبح، تلاقيه طب ما يفوتش الجمعه، طب ما يعملش ايه، واحده واحده، صح؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا كده، قال لنا يعني ما فيش حد، انا مش فاكر النص، بس يعني اللي ما حدش يحاول يغلب الدين، عشان الدين هيغلبه، الدين تقيل، تاخده واحده واحده، صح؟ وتقرب واحده واحده. حتى اي واحد داخل من الاسلام، انا هنا عايش في انجلترا وفي ناس كتيره بشوفها حواليا عايز تقرب من الاسلام، الناس بتنصحه واحده واحده، ما تنساش على نفسك وخش واحده واحده، ابتدي صلي واحده واحده، تعود على الموضوع ده، ما تخشش تصلي النوافل في الاول عشان الموضوع ما يبقاش تقيل عليك، صح؟ فده اللي بيحصل مع الناس. ممكن واحد يبقى بعيد عن ربنا خالص، وبعد كده تشده، طب تعالى، طب ما نصلي، عشان نصلي ده اهم حاجه. طب بعد كده تخليني، طب ايه رايك بقى، بص مره في السنه نطلع زكاه، اكنها اعتبرها يا اخي مش عارف. وبعد كده طب ايه، طب حصل لك حاجه، طب ما تطلع صدقه، واحده واحده، صح؟ طب خلي بالك، طب الرسول كان بيعمل كده، ايه رايك نعمل زيه؟ طب صلي السنه، طب هي هتيجي كده، صح؟ انما تلاقي واحد جاي لك وتروح قايل له لا، انت ازاي تعمل الحوار ده، انت ازاي تتكلم ولا تنصح ولا تعمل ده، انت لسه جديد في الدين، يلا انت مين يلا في الدين، يلا انت لابس سلسله، يلا انت هتنصحنا تقول لنا نصلي؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين يعني؟ ما انا بص، اللي يسمع الكلام ده هيقول انت بتحاول تدعي، صح؟ يعني انت المفروض انت بتحاول تنصح اللي قدامك ان بيعمل حاجه حرام، صح؟ هل دي نصيحة؟ انت شفتها فين؟ دي خدتها فين؟ مفيش اي كتاب تنمية بشرية، ولا هتلاقي سنة الرسول، ولا هتلاقي في الصحابة، ولا هتلاقي في اي حد كان شغال داعية انه بيوبخ اللي قدامه علشان عامل حاجة حرام ومتوقع منه يقرب، صح؟ صح. يعني ديننا بيقول لنا انصح الناس بالراحة، انصح الناس بطريقة حلوة، انصح الناس بطريقة، وخلي بالك من كلامك، وفكر فيما بعد كلامك. الكلمة دي عامله زي بالظبط ايه، الكلمه السيئه عامله زي المسمار اللي بتحطه في الحيطه، حتى لو شلته واعتذرت ايه اللي هيحصل؟ هيسيب خرم، هيسيب خرم في الحيطه ويفضل معلم. ها، وخلي بالك انت بتعمله ده، انت يعني انت بتكره الناس في القالب بتاعك. انت مع الوقت هتلاقي الناس كتيره تبتدي يبقى عندها فكره ان ايه، الشخص ده خنيق، البروفايل اللي هو ايه، المتدين جامد ده خنيق. ومع انها مش كده، احنا عايزين نعمل العكس، عايزين الناس تعرف الشخص المتدين اللي ماشي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ده شخص جميل نثق فيه، ها، ده شخص جميل نقرب معاه، نتكلم معاه، كلامه جميل، كلامه خفيف، تقعد معاه ترتاح، مش تقعد معاه تحس انه قاعد عامل زي البوليس، حرام حلال، انت مش عارف ايه، وانت ازاي تعمل كده، وانت ما تتكلمش في الدين يلا لغايه كذا. هو انت ملاك؟ انت مش ملاك، وانت ما بتغلطش، انت بتغلط، وش بتغلط، هتلاقيك بقى بتعمل حاجه حرام وانت لوحدك، هتلاقيك حاجه مش عارف ايه، هتلاقيك بتبص، هتلاقيك بتعمل ومحدش، وما فيهاش حاجه، احنا كلنا بنغلط، صح؟ بس ما تجيش انت تعين نفسك ايه، حاكم، وتبتدي بقى تقول ده انت صح، انت غلط، انت تتكلم، انت ما تتكلمش، لان دي سكتها بقى، دي خدها في الاكستريم، هتلاقي بقى انت كافر، انت معانا، صح؟ وانت بعد كده بقى خد كافر، طب انت بقى حلال نعمل فيك اللي نعمله، وانت مش عارف ايه. ما ينفعش، احنا مش عايزين الناس دي، مش عايزين الناس دي، عايزين الناس اللي تتكلم بطريقة جميلة، عايزين الناس اللي تكون تمثل الإسلام وتحبب الناس فيه، مش عايزين الناس اللي تكره الإسلام. الناس بتبص علينا وبتفرج علينا، احنا في زمن للأسف صعب على الإسلام، لأن العالم حوالينا في تآمر كبير على انه يشوه صورتنا. فآخر حاجة احنا محتاجين نعملها ان احنا نكمل على نفسنا ونشوه صورتنا اكتر ما هي متشوهة. فما ينفعش، احنا في زمن عايزين ننشر حب، ننشر تسامح، ننشر محبة، نتعامل مع الناس باحترام، ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، نختار الوقت المناسب، المكان المناسب، لما نيجي ننصح ما نحركش، لما نيجي ننصح نخلي بالنا هل الموقف ده هو احسن موقف انصح فيه ولا لا، هل النصيحة دي هتفرق ولا لا، هل مش عارف ايه. نفكر في الكلام. اللي ما بيفكرش في كلامه، انا في حديث والله سمعته، والله ما فاكر بالظبط نصه، بس فيما معناه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيحسنا ان احنا نفكر في الكلام قبل ما نقوله، علشان الاثر بتاعه قوي، الاثر سواء كان ايجابي او سواء كان سلبي. فنصيحه، لو انت
من الناس اللي بتخش تعمل الكلام ده، فكر في الموضوع ده. موضوع حرام وموضوع عيب وموضوع قلة ذوق وما بيفيدش اي حد. وخليك اسلوبك كويس. لو انت ما بتعملش الكلام ده وتعرف حد بيعمل الكلام ده، يا ريت تبعت له الفيديو ده. لو انت ما بتعملش الكلام ده وما تعرفش حد بيعمله الكلام ده، ولو شفت حد بيعمل الكلام ده، يا ريت تنصحه واحده واحده، بس ما تنصحوش باسلوبه. يعني لان اسلوبه ده يعني لو هترد عليه باسلوبه هي خناقه. لان اسلوب ده يعني ايه؟ اسلوب خناقه. واحد داخل بيهزقك، هتخش تعمل ايه؟ هتهزقه، صح؟ يعني والموضوع ده لو كمان فيس تو فيس بقى، انت ممكن تشده في تضربه في بعض. فاحنا مش عايزين كده، يعني ده اسلوب همجي. بلاش نبقى همجيين، خلينا نبقى ايه، نرتقي باسلوبنا ونتعامل باسلوب جميل، ونمثل ديننا التمثيل الصح. ها، احنا كل واحد مسلم عليه مسؤولية ان هو كل تعامله وكل الحاجات اللي بيعملها الناس بتحكم علينا بيها. فخلي بالك، خلي بالك، احنا في زمن حساس، ولازم يكون في الحب والسلام والدعوة بالطريقة الحسنة هي اللي هتشتغل، مش العكس. فخلي بالك وراعي ربنا واتقي ربنا في اللي انت بتعمله، وان شاء الله باذن الله ربنا يسامحك لو كانت نيتك خير، ولو نيتك مش خير ربنا يهديك. وشكرا.